اليوم راح أسوي صينية دجاج وبطاطا بالفرن. استعملت درمستيك وتشيكن ثاي، وهنا قطعت البطاطا بالشكل هذا، وعندي ثوم فريش مهروس. وهسه راح أبدي التتبيلة. خلي زيت زيتون، كيجن سيزنينج، خلي بوتيتو سيزنينج، طبعا هذولي موجودات بكل الأسواق. أملح، أخلي ريد كراشد بيبر، شوية كركم للون، فلفل أسود، عصير حامض، زيت نباتي حتى لا يحترق زيت الزيتون. نوزع التتبيلة على الدجاج والبطاطا، وإذا نسويها ليلة قبل تطلع أطيب. أقل شي نتبلها لمدة ساعة إلى ساعتين. هسه نحمي الفرن على 500 فahrenheit. وزعنا التتبيلة، وهسه راح نبلل parchment paper، راح نبلله بالمي ونخليه على الدجاج والبطاطا، ونخلي الكفر وندخلها للفرن نطبخها لمدة ساعة. بعد ساعة نشيل الغطاء ونشيل البارشمنت بيبر ونرجعها للفرن لمدة 10 دقائق بس حتى تاخذ لون. صارت جاهزة وطلعت بالشكل هذا، وطلعت تخبل. طبخت وياها تمن بسمتي، استعملت لالا كويل، طبعا اني منزلة طريقته وصورته قبل وطابختها بالتفصيل. طلع بهالشكل هذا يخبل. وهذا هو شكل أكلتنا النهائي. طلعت بهالشي تحفة، والبطاطا تخبل. أتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية. الشكل النهائي لأكلتنا.